أنا أتعجب من أصحاب الغربة الصعبة اللي كل ما ياك يطلع لك فيديو قال لك الغربة صعبة والإمارات ما أدري كيف والإمارات فيها وفيها. هذا الكلام كله نشوفه في السوشيال ميديا بس على فكرة، يعني بس يوم تروحون بالواقع تدخلون في جهات كانت حكومية ولا شبه حكومية أو خاصة، تشوفون المزيج الموجود بين الجنسيات العربية. تشوفون من الجنسية المصرية، من الجنسية التونسية، الجزائرية، المغربية، حتى من السودان، من كثير من الدول، حتى الدول الغير العربية. تشوفهم كلهم شغالين في مكان واحد بانسجام كبير، تفاهم كبير، وحب كبير، والاحترام طبعا في المقام الأول. ونتعجب لما ندخل السوشيال ميديا نشوف من نفس الجنسيات موجودين ويتسابون، كل واحد في دولة يجلس ويسب الثاني. فهني الميزة لما الواحد يشتغل ويغترب، وما حد ينعد غريب هنا في دولة الإمارات، ولكن يميوننا إخواننا وشقائنا العرب وأصدقائنا يشتغلون في دولة الإمارات، يعني يتفاجئون من الاحترام الكبير اللي موجود، وخصوصا لما يبدأ الاحترام يكون من أهل البلد، من المواطنين، بطريقة تعاملهم مع المقيمين، مع الزوار. فكثير حتى من الزوار اللي يجون خلاص تشوفهم يروحون ويردون مغيرين رأيهم ويثبتون إقامتهم في دولة الإمارات ويسعون للحصول على الإقامة الذهبية. ليش؟ لأن الأجواء جميلة، الأجواء إيجابية، الاحترام، التفاهم، وطبعا الأمن والأمان اللي في دولة الإمارات. الله يديم علينا النعمة هذه وعلى جميع المسلمين يا رب. فكل ما أروح مكان نشوف المزيج من الجنسيات، الديانات، الأعراق، خلاص متفاهمين على مبدأ واحد، مبدأ الاحترام، مبدأ الإنسانية. فهذا الشيء موجود عندنا في دولة الإمارات، اللهم لك الحمد. والله يديم علينا الأمن والأمان والعز، ويحفظ قيادتنا ويوفقهم دائما في كل خير. والسلام عليكم.